اهلا بيكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه؟ في هستيريا يعني في كيلو اللحمه. النهارده الفيديو بيتكلم عن العيد، ومش اي عيد، ده عيد اللحمه، عيد الكبير. انا الكبير هو الكبير. هنتكلم النهارده عن كل التفاصيل اللي بتحصل في العيد، بدايه من اللحمه ومن اسعار اللحوم اللي وصل لارقامها وبقت ارقامها فلكيه. يا راجل دلوقتي يا معلم عشان تروح تشتري خروف او جمل او حتى عجل، ده انا سارق شنطه على بابا ولا ايه؟ لازما تكون محضر نفسك كده في الاسعار اللي انت هتسمعها دلوقتي دي. يا ساتر يا رب، سلام قولا من رب رحيم. مبدئيا الجمل بيوصل ثمنه من 30 ل 40 ألف وانت طالع. طب تسمح لي استأذن انا؟ ولو عجل بيبقى من 50 و 60 وانت طالع. ولو خروف من 25 و 30 وانت طالع. وكل ده بيتحدد على حسب وزن الكمية. يعني لو الكمية كبيرة الفلوس أزيد، لو الكمية قليلة الفلوس أقل. وفي ناس كانت بتقول هل حرام ان اتنين يشتركوا تمن الخروف او تمن العجل؟ لا، هو مش حرام، لان دلوقتي الدنيا غلت، فعشان تشتري عجل او خروف او حتى جمل لازما على الاقل يكون معاك 5 6 7 بالكتير يشتركوا معاك عشان تضحي وتذبح. معاك كام؟ 400 جنيه او 400. وانت معاك كام؟ بس في ظل الزمن اللي احنا فيه برضو احنا ما نقدرش ننسى ان فرحة العيد دي اهم حاجة بالنسبة لنا. مش فارق معانا بقى اللحمة تزيد اللحمة تنقص، اهم حاجة ان العيد فرحة. العيد فرحه. وطبعا في الوقت ده بتكون الاطفال مستنية اليوم بتاع العيد عشان تلبس هدوم العيد الجديدة وتروح الملاهي، تركب المرجيحة والترامبولين وكمان المناخولة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها. وطبعا ستات البيوت بيستنوا اليوم ده عشان يعملوا كل الاكل الجميل لجوازهم، مبدئيا من الفتة وانواع اللحوم وكل انواع الاكل اللي فيها اللحوم. وبرضه والرجاله بتستنى الايام بتاعت العيد عشان تاخد اجازه من الشغل وتريح شويه، يا اما تخرج مع عيالها يا اما تنتخ في البيت. ودي حاجه جميله جدا، تنتخ في البيت وتريح، لان الصراحه الشغل بقى متعب جدا. بس في الاول وفي الاخر هرجع اقول لك ان الشغل ده هو اكل عيشك، لو من غيره مش هتعرف تعيش. ربنا يطمن اهلك. وبالنسبة بقى للشباب اللي بتستنى العيد عشان تنزل على الكورنيش تحاول، انتوا فاهمين قصدي طبعا. يا ريت نخف شوية. وفي اخر الفيديو حابب اقول ان احنا في الوقت ده نحاول نستمتع بكل لحظة بنمر بيها، ونحاول نصور كل اللقطات الجميلة دي عشان نفتكرها، عشان ساعة ان شاء الله لما ربنا يرزقنا بالذرية الصالحة ان شاء الله ونوريها لعيالنا واحفادنا يفتكروا الايام الجميلة دي ويفتكروا العيد ايام زمان كانت عاملة ازاي. وانا بصراحة من مواليد 2002 انا بحب العيد بتاع زمان والعيد بتاع دلوقتي. اهم حاجة ان العيد فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد. ما تنسوش تشاركوني رأيكم في الكومنتات وتقولوا ايه المواقف اللي انتوا مريتوا بيها في العيد او اللي انتوا ناويين تعملوها في العيد. وما تنسوش تشتركوا في القناه، لو انت مش مشترك تنزل على كلمه سبسكرايب وفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. وما تنساش اللايك والشير والكومنت والكلام عليا.